خناقة ما بين ربي يا خايبة للغيبة وحماتي قنبلة ذرية. إن كنت فاكرة إنك تتجوزي راجل أو إن كنت فاكر إنك تتجوز ست بس، أقولك الحما نص الجواز. بقى يبقى احنا ما نجيش الفرح وكفايه عليكم معازمكم، احنا هنتفرج عليه فيديو. في ايه؟ اتفرج على حماتك يا في خيط رفيع بين احترام الأم وبين إن أمه تكون هي دماغه. نيمتك في غيط الذره مش وقته يا ماما. وامها بتعنطزك كده كانها بنت الملكه يا اخويا. ما قلت لك غاده صحيح ابوها لطز ورغاي لكن مش صاحب سوابق. لو حماتك حبتك يبقى علاقتك مع جوزك هتكون مظبوطة جدا، ولو حماتك ما حبتكيش يبقى العلاقة هتبقى ملخبطة شويتين، ولو حماتك مش حباك خالص العلاقة هتبقى كلها ضغط. استني يا اسراء، بص قامت اهي، ده انا هروحهم من هنا حبيبي وبالقانون. وللطرفين لازم توازنوا العلاقة ما بين أهلكم وما بين اللي بتحبوه أو الطرف التاني اللي هو شريك حياتك، ولازم لما تيجي تختاري تفكري في علاقة جوزك بأمه إزاي هتأثر على علاقتك بيه. يا ترى إيه أكتر صفة تتمني تلاقيها في حماتك المستقبلية؟